انتهت قصة وسام أبو علي مع النادي الأهلي. للأسف خرج وسام أبو علي من الباب الصغير جدا من النادي الأهلي. تجربة يعني هتكون صعبة على جمهور النادي الأهلي، إن لاعب بحجم وسام أبو علي والجماهيرية اللي خدها والدعم الكبير اللي خده من الجماهير الأهلاوية والجماهير الفلسطينية والتعاطف معاه كلاعب فلسطيني. ولكن للأسف وسام أبو علي كده خرج من باب صغير قوي في النادي الأهلي، بالعكس يمكن نط من على السور كمان. والنادي الاهلي حقق اللي هو عايزه. النادي الاهلي محدش قدر انه يضغط عليه. النادي الاهلي حط الارقام اللي هو محتاجها في وسام ابو علي، وفعلا 8 9 مليون دولار تقريبا قيمة صفقة وسام بالاضافات بالكلام ده كله. وده يعني يعتبر نجاح كبير جدا. النادي الاهلي خرج وسام بهذا الرقم. وسام كان جاي النادي الاهلي تقريبا بمليون و700 الف دولار، يخرج من النادي الاهلي بالاضافات بالحوافز بالمكافآت اللي الاهلي هياخدها في حاله بقى احراز الاهداف والتعاقد والكلام ده كله، تقريبا 8 9 مليون دولار. رقم كبير جدا للنادي الاهلي. الاهلي عمل اللي هو عايزه مع اللاعب، الاهلي نفذ السياسه اللي هو عايزها. النادي الاهلي قال كلمته في هذا الموضوع، وده كان شيء مهم جدا لبقيه اللاعبين. اي لاعب، لا ده انت في تعاقد وفي هنا لابد من حقوق للنادي الاهلي ياخدها، واخدها النادي الاهلي. اعتقد ان خلاص الصفقه هيتم الاعلان عنها انتهاء قريبا. ولكن هل بقى الاهلي هيبحث عن مهاجم اخر مكان وسام ابو علي يكون فلسطيني؟ لان طبعا عدد الاجانب خلاص تقريبا اكتمل، واليو ديانج مستمر مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي قدم اعتذار لنادي الخلود السعودي ان هو يعني احنا مش هنبيع اللاعب. وفعلا ده كان قرار صائب، ان ازاي اصلا كان اليو ديانج يخرج من النادي الاهلي. اليو ديانج يلعب اساسي في النادي الاهلي، وده ظهر في المباراه الاخيره للنادي الاهلي بكاس العالم للانديه. اتمنى بقى التوفيق للاهلي في معسكره. هيلعب تقريبا مباراتين وديتين كده في معسكره في تونس، ان شاء الله استعدادا للموسم الجديد.